واحد قرر يفتح محل فراخ في مصر. يا نهار ابيض، مفتش التومين جاي. انت بتاكل الفراخ دي ايه؟ باكلهم رز. ده انت نهارك اسود، تاكلهم رز؟ هو في حد لاقي رز؟ غرامه 100 جنيه. اول استفتاحه غرامه 100 جنيه. تاني يوم مفتش التومين جاي، اكيد هيسالني انت بتاكل الفراخ ايه، بس المره دي انا مش هقول له ان كنت باكلهم رز، هقول له ان كنت باكلهم اي حاجه تاني عشان ما يغرمنيش. السلام عليكم. وعليكم السلام يا باشمهندس، اتفضل. ها قول لي بتاكل الفراخ ايه النهارده؟ باكلهم قمح. ده انت مصيبتك سودة، هو حد لاقي قمح؟ غرامه 100 جنيه. وبعدين بقى فتش التومين اللي مراهوش غيري ده، انا لازم افكر له في حل، ما هو مش هينفع كده. تالت يوم انا المره دي لا هقول له رز ولا قمح لما نشوف اخرتها معاه. ها قول لي بتاكل فراخك ايه النهارده؟ انا لا باكلهم رز ولا قمح، المره دي باكلهم ذره. ده انت يومك مش معدي عليك النهارده، هو في حد لاقي ذره؟ غرامه 100 جنيه. وبعدين بقى في الراجل ده، هو مراهوش حد غيري ولا ايه؟ انا لازم اشوف حل، كل مرة يخش عليا يديني غرامة 100 جنيه. وبعدين بقى انا جاني حل كويس. اليوم الرابع ها قول لي يا ترى النهارده بتاكل الفراخ ايه؟ بصراحة كده انا بدي كل فرخة مصروفها وهي بتاكل اللي هي عايزاه.